يا حلاوتك يا جمالك، خليت للحلوين ايه الفطير المشلتت يا جماعة بأسهل طريقة، وهيبقى مورق معاكي وما تعديش بقى الورق بتاعه، ومقرمش من بره وطري جدا من جوه زي بتاع بره واحلى بكتير، وبمقادير سهلة جدا وبسيطة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل 3 فطاير من كيلو ونص دقيق. بصوا الفطيره وحجمها، بصوا التوريقه بتاعتها، وبصوا مورها قد ايه. سلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش، عشان زعلانه منكم قوي، تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، بس انا عمري ما هزعل منكم. بصي انا هقولك على مقادير كيلو دقيق. كيلو الدقيق بياخد نص معلقه ملح صغيره، وربع معلقه ملح صغيره سكر، وهياخد كوبايتين ميه. تمام. ده كيلو ونص، انا هعمل كيلو ونص. انا بصراحه مش بعاير يعني في الفطير وكده، انا بحط بالبركه. ماشي. بس انا عملت يعني شويه الدقيق دول عملوا لي 3 فطاير صغنطاطين مش كبيره قوي. تمام. وهنا بقى بقيت ازود الكيلو ونص دقيق. لو انت هتعملي كيلو ونص دقيق 3 فطاير، يعني الفطيره تبقى نص كيلو كده عشان تبقى مرقه وحلوه زي ما انت شفتي. هتحطي له كيلو ونص، هتحطي له كوبايتين ونص ميه من الكوبايات الكبيره دي، وهتحطي له معلقه صغيره ملح ممسوحه، ونص معلقه سكر بس. وهتعجنيه بالشكل ده. اهم حاجه في الفطير يا بنات العجن، ويبقى فيها عرق كده، يعني تيجي تشد العجينه يكون فيها عرق. خلاص. نجيب بقى صينيه فيها زيت كتير جدا، ونقطع العجين على 3 ونكورهم، و نحط زيت من تحت وزيت من فوق. مهم جدا ان الزيت يبقى مغطيها واحنا بنسيبها تريح. مهم جدا الخطوه دي عشان لما تيجي تفرديها تبقى مرتاحه معاكي وتتفرد معاكي بسهوله. بس. وبعد كده هنحط زيت عليها من على الوش، وهنغطيها ونسيبها لمدة ساعة. هنسيبها لمدة ساعة، وكل ما سبتيها كل ما كان احسن واحسن. بس اهم حاجة تغطيها عشان وشها ما ينشفش. تعالوا بقى بعد ساعة دي بقى، يعني بصوا ال3 فطاير هياخدوا منك ربع كيلو دقيق. تمام. هياخدوا منك ربع كيلو زبدة، معلش دي زبدة بلدي، انا بس سيحتها على النار وفككتها بس مش اكتر من كده. وبنحط زبدة من فوق بعد ما سيحناها، وزبدة من تحت، وبنفرد على صينيه كده. مهم جدا الموضوع ده بقى عشان يكون المكان واسع كده وتاخدي راحتك. تخرجي بقى بره على الترابيزه او على الطبليه او على صينيه في المطبخ لو مطبخك واسع. بس انا عشان مطبخي ضيق جدا فخرجت عملتها بره كده زي ما انتم شايفين، وفردت على الصينيه كده وحطيت تحتها طبق كده، وكنت واخده راحتي جدا زي ما انتم شايفين. اهم حاجه في الفطيره الفرد عشان الرقات. تفردي، وبعد ما تفرديها خالص يعني تعملي زي ما انا عملت كده، بتلميها من ال4 جوانب، وبعد كده بتلميها زي كوره كده، بتكوريها ايوه كده. خلاص. انا هنا دي كانت الاخيره. انا هعمل معاك واحده كمان. بصوا بتحطي شويه زبده تحت وشويه زبده من فوق. بصي بتتفرد معاكي سهله. ليه بقى؟ لان احنا سيبناها ترتاح ساعه. لو انت ما سبتيهاش بقى ترتاح هتغلبك جدا في الفرد. اهم حاجه موضوع ان انت تسيبيه يستريح. ممكن تسيبيها نص ساعه وتشتغلي فيها لو انت مستعجله، ممكن يعني زي ما بقولك كده، لكن انا سبتها بصراحه ساعه واكتر كمان. تمام. بس كده. وبنفردها بالشكل المعتاد بتاعنا. على فكره انا عملت لكم الفطير بطريقه اسهل من دي بكتير، والطريقه دي برضو سهله جدا زي ما انتم شايفين، ولو تقطع منك عادي مش هيبان ولا هيتاثر خالص، وما تخافيش. واعمليه في البيت احسن وانضف بكتير لولادك. اعمليه كده فطار او غدا او عشاء حلو جدا. وبس. بنكورها وبنحطها في الصينيه مدهونه بالزبده، وبنسيبها تريح نص ساعه. مهم جدا برضو الموضوع ده. خلاص. وبعد نص ساعه تكوني بقى ولعت الفرن. بصي بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. لو انت بقى ما سبتيهاش ترتاح هتيجي تبططيها مش تتبطط معاكي. تمام. لو جيتي تبططيها ما اتبططتش معاكي، سيبيها لحد ما ترتاح خالص. مهم جدا بقى موضوع الفرن. في ناس كتير بتشتكي وتقول ان الفطير بيطلع ناشف معاه. بصوا يا بنات، الفطير لازم تكون النار عاليه من تحت ونار عاليه من فوق. يعني يكون الشوايه، لو فرنك بيولع الشوايه ومن تحت مع بعض، ولعي الاتنين مع بعض. لو انت فرنك بيولع من تحت بس، ولعي من تحت لحد ما ياخد لون، وبعد كده طلعيه. بصوا الفطير طالع يجنن بجد، مقرمش من بره. مهم جدا بعد ما يخلص تقومي مغطياه بكيس وبحاجه، او تطلعيه مثلا على سبت العيش وتغطيه وتكمريه. اهم حاجه علشان يطرى معاكي من جوه ويبقى كمان مقرمش من بره.
وقطعي بقى وشوفي الرقات وكلي بألف هنا وشفا. بصراحة طعمه احلى من الجاز 100 مرة. اللقمة تعرفي تاكليها وجنبها بقى عسل نحل، عسل اسود، جبنة قديمة، جبنة بيضة، حتة قشطة على عسل، عسل على طحينة، عسل اسمر على طحينة. بصوا يا جماعة ال3 فطاير تحفة، طعمه جميل جدا، جربوه، حلو قوي قوي وسهل وسريع جدا، وما تكسليش، ويلا قومي اعمليه لولادك انضف واحسن من بره. عملنا النهارده مع بعض الفطير المشلتت. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم. حبايبكم، باي باي.